السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا انا مش جاي اقول حاجه لا كلمه زياده ولا كلمه ناقصه، فاهم؟ انا هقول نفس الكلام اللي قاله المجلس الاعلى للجامعات، عشان الناس ممكن في ناس مش عارفه البنود دي كلها، ممكن ناس ما عرفتش الاخر، ممكن الله اعلم. فانا هنتكلم اقول لك نفس الكلام اللي قاله المجلس الاعلى للجامعات، واوضح لك بعض النقاط ممكن الناس مش فاهماها يعني. بس قبل ما يبدا عايز اقول ان احنا دلوقتي نظرا لان سمعت على الحوار بتاع ال 50 مليون روبل الناس اتنصب عليها في حوار التحويلات في كازان والاوراق، بحوار تجميد الفلوس والقصه دي. طبعا يا اخوانا عشان نكون متفقين، النصاب بينصب على طماع، واضحه وصريحه. المهم، اللي عايز اقوله ان دلوقتي انت ممكن تحول معايا وعلى السعر العادي، لا فيها زياده ولا فيها اي حاجه، فاهم؟ السعر العادي اللي هو موجود هحول لك عادي، بس الموضوع الثقه. عشان انا بس دخلت نفس الموضوع ده عشان الناس الحوارات اللي بتحصل دي. فاللي عايز يحول اهلا وسهلا، هيلاقي رقم في الكومنتات وتواصل معايا وبس. هنخش في الفيديو على طول بقى. فحالا انا اقرا معاك الموضوع كله، البيان اللي نزل من وزاره التعليم العالي، لان في كلام تاني نزل، بس انا دخلت على صفحه التعليم العالي ما لقيتش الكلام ده موجود، فانا هقرا الكلام اللي نزل عندهم على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك الموثق. تمام. اقول لك ايه بالظبط في البنود كلها، وركز في كل بند عشان هنحتاجه بعد كده في الاخر، واقول لك ملخص الموضوع ده. التعليم العالي السبت 13 مايو اللي هو بكره، النهارده ان شاء الله الجمعه، بدء اجراءات التحويل للطلاب العادي من الجامعات الروسيه والاوكرانيه والسودانيه. طبعا الموضوع ده حصل بعد حوار ايه في السودان. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتأثير على الطلاب المصريين الدارسين يمكن بعض الجامعات خارج مصر استكمال دراستهم الجامعات الدراسية. تمام ماشي. الكلام اللي كل اللي فوق ده يعني بيوضح ان الموضوع الناس عايزة تحول، والناس ساعدت ان الناس الطلبة دي ترجع تتقيد في جامعة مصر. ماشي. نخش في الموضوع. يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة. يبقى أنت عندك إيه؟ أنا سمعت ناس بتقول في جامعات حكومية، بس أنا صدقتش الموضوع ده. هو من عندهم الجامعات الخاصة والأهلية بس، اعتبارا من السبت القادم الموافق 13/5/2023 بكره ان شاء الله بدايه التقديمات، وحتى اول اكتوبر 2023، يعني بكره لحد شهر 10، 5 شهور. الاعداد المسموح بها لا تزيد عن 10% من الطاقه الاستيعابيه لكل كليه بكل جامعه. يعني كل جامعه مثلا عين شمس فيها تخصصات كذا، فكل التخصص او الكليه ذات نفسها، الجامعه لو تخصص طب البشري مثلا 10% من الطاقه الاستيعابيه للجامعه بس. فاهم؟ هو ده اللي المسموح بيه. ركز في النقطه دي عشان هنحتاجها في اخر الفيديو. يتقدم الطالب الكترونيا مباشره لاي جامعه خاصه او اهليه بكليه منظمه. يعني يا جماعه الناس اللي بتنصب والناس اللي بتتحول وتخش تقول لك لا تعالى احول لك جامعات مصر وتدفع لكذا وتدفع لكذا، مش موجود. المجلس الاعلى للجامعات نفسه منزل تقدم الطالب الكترونيا بنفسه. هينزل اللينكات بكره والناس تخش تقدم بنفسها. ماشي. الطالب يتقدم لكليه مناظره، ومبدا تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد ان يكون على كليه مناظره. يعني في طب حول على طب، غير كده مفيش. السنه التحضيريه تعتبر سنه دراسيه، عشان الموضوع الناس بتسال فيه الايام دي. ويعتبر الطالب مقيدا، ولكن يسجل في الكليه المناظره في الفكره الاولى لو كانت الجامعه معادله اللي هي معتمده من المجلس الاعلى للجامعات على حسب القرارات الجديده، قال لك هنا برضو ايه، يسجل في الكليه المناظره. يعني مثلا لو كنت بتدرس تحضير هندسي فانت هتخش كليه هندسه، تحضير طبي فهتخش كليه طب وكده وهكذا. القيت في العام الجامعي 2020 22 23 اللي هي السنه الجديده بقى، او اللي احنا فيها يعني، لابد ان يكون في جامعه روسيه او اوكرانيه او سودانيه. ماشي فاهم يعني. ماشي. القبول يوميا باولويه التقدم. يعني دي نقطه مهمه خلي بالك منها، مالهاش علاقه بالدرجات. تقول لي انا جايب 97% في الثانويه العامه وهو جايب 80%، هيتقبل. لا قبلك هيتقبل، مالهاش علاقه، فاهم؟ خلي بالك ركز من النقط دي عشان بكره التقديم وهتفهم الموضوع ده كله. القبول اولويه التقدم، يعني اللي هيقدم الاول هو اللي هيتقبل الاول لو موافق الشروط طبعا. حال تقدم مجموعه كبيره في يوم واحد تفوق الطاقه الاستيعابيه المطلوبه، يتم الاخذ بالاعلى مجموعا والباقي اعاده التقدم لجامعات اخرى. وهو ده اللي هيحصل بكره. هيخش الناس كلها تقدم على جامعه مثلا معينه، فالناس اللي قدمت على الجامعه دي اكبر من الطاقه الاستيعابيه ليها، فيعملوا ايه بقى؟ هيصنفوا الناس على حسب درجاتهم في الثانويه العامه. ساعتها درجته اعلى هو اللي هيختاروه بس. لا لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل. يعني أنت اتقبلت في الجامعة دي، عايز تروح لجامعة تانية انسى خلاص، مش هخلص عليك، مش هتتقبل. فاهم؟ مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 23/24، اللي هو مش هتسجل في الجامعة إنك طالب غير لما تدفع المصاريف الأول بتاعت الترم الأول. الجامعة تستقبل الطلاب وتسلم أوراقهم إلكترونيا مع التأكيد على، شوف بقى الأوراق. طبعا انت بعت الاوراق بتاعتك اصلا الكتروني، كانوا جايبين اللي هو الاوراق دي مطلوبه كلها شهاده التحرك والثانويه والقصه دي.
المهم التأكيد على إيه صحة شهادة ما الدراسة الثانوية، يعني معاك شهادة الثانوية. اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية اللي هو مواد الأحياء والكيمياء والقصة دي. إثبات الإقامة بشتى الطرق، يعني أنت معاك اللي هو قالوا بيطلع من العباسية تقريبا اللي هي شهادة تحرك إنك رحت روسيا. بالنسبة للناس اللي درست أونلاين وما جاتش روسيا أصلا موقفهم إيه؟ أنا ما عنديش إجابة. التسلسل الدراسي ودرجات النجاح المعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ما عدا طلاب الفرقة الأولى. تسلسل الدراسة ودرجات النجاح المعتمدة بتجيبها من الجامعة بتاعتك وتروح توثقها. المحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد. المحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد. بتجيب المحتوى العلمي بتاعك من الجامعة وتوثقه المكتب الثقافي عدا طلاب الفرقة الأولى. ليه؟ معرفش صراحة. يتعهد الطالب وولي امره باحضار الاوراق الناقصه خلال 3 اشهر والا يعتبر التحويل كلام يكن. يعني الاوراق في خلال 3 اشهر انت ترجع من مصر ما وديتهموش خلاص التحويل بتاعك اتلغى. تقوم الجامعه بالتواصل مع المجلس الاعلى للجامعات من خلال قوائم موضح بها اسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم والمقيدون بها لبيان لو كانت هذه الجامعات معادله او غير معادله من المجلس الاعلى للجامعات. يعني لما انت بتروح تقدم الجامعه بتاخد البيانات اللي انت قدمتها دي وبتروح للمجلس الاعلى للجامعات يا جماعه الراجل ده مسجل في جامعه معتمده او لا، ثم بيردوا عليك. تعالى جاي النقطه اللي بعدها. في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات الجامعة بتاعتك معتمدة، يتم الاكتفاء بالمخاصة العلمية لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب. الناس بتسأل إيه هي؟ يعني تحديد المواد أو مقارنة بين المواد اللي درستها هناك والمواد اللي هتدرسها هنا والمواد الناقصة لو أنت في جامعة معتمدة. فاهم؟ وتخش تدرس على طول. طيب في حال بقى تانية لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات فلا بد من إيه؟ يعني أنت الجامعة بتاعتك مش معتمدة، فلا بد من اضافه امتحان تحديد مستوى بالاضافه الى المحصله. يعني تخش امتحان الاول تحديد مستوى نجحت في الامتحان بعد كده يبقى شوف ايه فرق المواد اللي انت درستها هنا ودرستها هنا. دي نقطه مهمه جدا الناس تاخد بالها منها. فلا بد من اضافه امتحان تحديد مستوى. ماشي. على الجامعه الانتهاء من اعمال المخصص خلال 48 ساعه لو انت الجامعه بتاعتك معتمده، ف 48 ساعه يعملوا المقارنه دي ويقول لك ايه المواد اللي درستها السنه دي والمواد اللي عليك مثلا في السمر كورس والقصه دي. وعلى المجلس الاعلى الرد على استفسار الجامعه المعادله في خلال 48 ساعه. يعني الجامعه بتروح تسال المجلس الاعلى للجامعات المفروض يردوا على 48 ساعه. العلاقه مع المجلس الاعلى للجامعات. الرجوع ركز على الكلام ده عشان الناس برضو ايه مش واخده بالها من النقط دي كلها تهيألي. الرجوع للمجلس الاعلى للجامعات الغرض منه التاكد من وجود معادله مسبقه لخريجي هذه الجامعات تلك الدول. التواصل مع المجلس الاعلى للجامعات يكون عن طريق الجامعات الخاصه والاهليه وليس عن طريق الافراد. يعني بيقول لك ايه ما تروحش انت بنفسك تسال في المجلس الاعلى للجامعات ما حدش هيديك اجابه. وهو بنفسه قال كده، قال لك الجامعات الخاصه والاهليه اللي انت قدمت عليها هم اللي هيتواصلوا. فاهم؟ تقوم الجامعه الخاصه والاهليه بتجميع اسماء ورقات الايه في طلبات التقدم ورساله تحديد اوضاع هذه الجامعات وورقات المجلس الاعلى. ماشي. من خلال النموذج المرفق على يشمل بيان للجامعات الآتي. الجامعات بقى لما تبعتها للمسألة الجامعات بيكون فيها اسم الطالب رقم الكونكول الملتحق بها اسم الجامعة ومكانها. في حال ورد رد إجابة من مجلس الأعلى للجامعات فعلى الجامعة استكمال إجراءات القبول وإجراءات المخاصة. في حال ورد رد سلب المجلس الأعلى للجامعات فعلى الجامعة المستقبلة تعليق إجراءات قبوله تعمل له هولد لحين اجتيازه الامتحان تحديد المستوى. يعني الجامعة بتاعتك مش معتمدة يعني الكلام لسه قايل. إجراءات الامتحانات بقى عشان الناس تبقى عارفة. تقوم الجامعة الخاصة والأهلية بإعداد كشوفات الطلاب المطلوب عن امتحان لها موضحا فيما يأتي. طبعا البيان بيكون فيه ايه اسم الطالب ورقم القومي كل ملتحق بين عام الدراسه المسجل في الطالب رقم التليفون المحمول للطالب وولي الامر بريد الكتروني مع التاكيد على ان صحه البيانات مسؤوليه الجامعه والطالب. يعني ايه في البيانات المسؤول عنه الجامعه وانت طالب. تقوم الامانه بتجميع تلك القوائم وعند تجميع من عدد 200 طالب يتم ارسالهم للكليات الحكوميه الاربع لعمل تلك الامتحانات ورسائل النتائج. وهي امتحانات كليه الطب البشري بتكون فين؟ في كليه الطب في القاهره جامعه القاهره. امتحانات طلاب كليه الاسنان فم والاسنان فين؟ في كليه الاسنان في جامعه عين شمس. امتحانات كليه الصيدله بتتم في كليه الصيدله جامعه القاهره. امتحانات طلاب كليه الهندسه بتتم في كليه الهندسه عين شمس. دي ناس اللي هي بتكون عندها امتحان يعني الجامعه مش معتمده. باقي التخصصات يتم اجراء الامتحان داخل الكليه المعنيه. تسجيل الطلاب المحولين من الجامعات الروسيه والاوكرانيه والسودانيه سوف يكون مركز تقنيه المعلومات بجامعه المنصوره. تسجيل هؤلاء الطلاب في قوائم خاصه بهم. الطلاب المسجلون في المركز المرجعيه الوحيده لاثبات شغال نسبه 10% الزائده. الطلاب اللي يتم تسجيلهم بعد 6 ماشي. ده ملخص بتاع الموضوع شرحنا كل بونت في الموضوع. ماشي. في بوست نزل امبارح تمام مش امبارح انا شفت البوست ده تقريبا من يوم او يومين لجامعه الوادي جنوب الوادي الاهليه. تمام انا دخلت اتاكدت من الكلام برضه عشان ايه ما اديكش معلومه انا مش واثق منها. دخلت على الصفحه اللي هو كانوا منزليها منزل البوست ولقيتها فعلا مكتوب ايه بقى هناك. تنفيذ الاجراءات التنفيذيه لنظام قبول طلاب روسيا والسودان واوكرانيا وصدر المجلس الاعلى للجامعات الاهليه وخاصه طبعا جامعه جنوب الوادي عن بدء التقديم الالكتروني لساس برامج الجامعه من خلال رابط الكتروني يتم رفعه يوم السبت الموافق 13 مايو اللي هو بكره. ولمده 3 ايام كان تنوع اداره الجامعه المفروض يعني اداره الجامعه عن ان المقاعد الشاغره المتاحه عليها للطلاب اللي هي تمثل 10% زي ما قلنا من شويه من طاقه استيعابيه للجامعه هي كالتالي. برنامج الطب والجراحه فيه 21 مقعد بس.
يعني لو قدم لها 21 واحد معتمد في جامعه معتمده، ده هيتم قبوله، والناس اللي اصلا اللي مش معتمدين خلاص بقى، يعني ده اللي لحقوا بقى بمعنى صح. احنا قلنا في الاول اولويه التقدم هم 21 مقعد، وبرنامج العلاج الطبيعي 12 مقعد، برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي 13 مقعد، والمقاعد المتاحه فقط الفرقتين الاولى والثانيه، سنه اولى وسنه ثانيه، اكبر من كده مفيش مقاعد في الجامعه دي. ده على سبيل المثال. طبعا كل الكلام ده اللي انا بقوله لك ده كلام البنات اللي نزلت. تعال بقى الخص لك القصه دي. طبعا صراحه الناس هنا بتعاني بعد حوار الجنيه والروبل ده، فالمصاريف زادت زياده على الناس، زياده على الاهالي كتيره. انا ما اعرفش اسعار الجامعات في مصر الخاصه والاهليه، ما اعرفش صراحه كام، بس الاختيار بيرجع لكل شخص. الاختيار في الموضوع ده بقى راجع ليك وراجع لاهلك برضه في اختيار مش صح ليك، لانك هتكمل هنا سواء في روسيا او هتكمل في مصر. وعايز انبهك لنقطه معينه، ما تفصلش نفسك بالجامعه، اوعى تعملها غير لما تتقبل في الجامعه المصريه الاول، فاهم؟ لان الاعداد محدوده زي ما انت قلت، احنا الاعداد هنا ما شاء الله في روسيا كتيره جدا، سواء التحضير والتحضير اصلا ده موال وموال، وقلنا 10% وجامعات معتمده ومش جامعات معتمده وقصه كبيره. فانت ما تفصلش نفسك، خليك زي ما انت هنا لحد ما جالك القبول في مصر، توكل على الله وكمل. ما جالكش القبول في مصر، انت زي ما انت هنا قاعد، فاهم؟ دخلت طريق تكمله لحد اخره، لقيت حاجه تانية احسن، تمام، تبقى حاجه كويسه وتروح تكمل برضه في بلدك ومش غربه ومش تعب وحلو. فبس هو ده كنت عايز الخص لك الموضوع بتاع تحويل الطلاب من الجامعات الروسيه للجامعات المصريه. خلي بالك ان الاعداد محدوده، والاعداد دي ليست مقتصره على الطلاب العائدين من روسيا بس، الاعداد دي تخص الطلاب العائدين من روسيا واوكرانيا والسودان، 3 دول رجع منهم طلاب. فال 21 مقعد مثلا بتوع جامعه جنوب الوادي دول، عشان ممكن يطلع منهم 5 روسيا 6 روسيا، فاهم؟ تاخد بالك من النقطه دي. بس ده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.